معكم يوسف العامري لاعب فريق الرجاء الرياضي حاليا باش نحققوا جميع الالقاب الممكنه ان شاء الله. في البداية بس احنا حابين ان احنا ننعي البنتين اللي اتصدموا في حادث مروري امبارح بعد الماتش بتاع الاهلي والاتحاد باستاد برج العرب، فطبعا ببالغ الحزن والاسى بننعي اهلهم وربنا يرحمهم ويغفر لهم في الايام المباركة اللي احنا فيها دي، وربنا ان شاء الله يرزق اهلهم الصبر والسلوان ويجعلها ان شاء الله اخر الاحزان. انتشرت مؤخرا اخبار وتقارير صحفية عن تواجد لاعب جديد تحت انظار الاهلي، وهو لاعب يكون بديل لعلي معلول المصاب في وتر اكيليس واللي هيغيب لحد اخر الموسم ويمكن لحد بدايه الموسم الجديد كمان، وهو اللاعب يوسف بالعمري الظهير الايسر الحالي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي. وده الفريق اللي بعت لنا قبل كده اللاعب الممتاز جدا اللي كان متواجد في الاهلي سابقا، وهو اللاعب بدر بنون، واللي كان على مستوى عالي جدا في الملعب. والكلام ده انتشر مؤخرا بسبب تعثر المفاوضات مع يحيى عطية الله لاعب منتخب المغرب بسبب المقابل المادي. عشان كده انا جاي النهارده اكلمك واقول لك مين هو يوسف بالعمري وايه هي مميزاته وايه هي سلبياته، ويا ترى هيفيد الاهلي بايه. يوسف بالعمري هو الظهير الايسر الحالي لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، واللي سنه حاليا 26 سنه وطوله 183 سم. طوله يعتبر مناسب جدا لمركز الظهير الايسر. ولمعلوماتك بس انا عايز اقول لك ان هو في الموسم اللي فات ساهم في 8 اهداف مع فريق الرجاء، احرز منهم هدفين وصنع منهم 6 اهداف، يعني يعتبر معدل معقول جدا على مركزه كظهير ايسر في 31 مباراه ما بين الدوري وما بين الكاس مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي. اللاعب حاليا موقع 3 مواسم مع فريق الرجاء، عدى منهم سنه وباقي منهم سنتين في العقد بتاعه، لكن طبقا للكلام اللي اتقال من جانب الوكيل بتاع اللاعب اللي هو الذهبي هشام، قالك ان في شرط جزائي في العقد بتاعه، لكن هو رفض الافصاح تماما عن الشرط الجزائي اللي موجود في العقد بتاع اللاعب. واحب اقول لك كمان ان اللاعب قيمته السوقيه الحاليه على موقع ترانسفير ماركت هو مبلغ مليون يورو. اما عن مميزات اللاعب بقى فبصراحه ما تعدوش وحدث ولا حرج. في البدايه كده والوهله اول ما شفت فيديوهات اللاعب وطريقه اللعب بتاعته في الملعب، مش عارف ليه حسيت ان هو علي معلول اول ما كان في الصفاقسي واول ما كان موجود مع النادي الاهلي في بدايه مسيرته. وطبعا الكلام ده يختلف تماما عما وصل اليه معلول من مستوى خلال الفتره اللي فاتت. لكن بالعمري لاعب مهاري جدا، لاعب جريء جدا، مش بيخاف اطلاقا من الالتحامات، ممكن يلعب برجليه الاثنين سواء اليمين او الشمال، لكن الرجل المفضله بالنسبه له هي القدم اليسرى. اما على الناحيه الدفاعيه بقى فهو دائما في الموعد نظرا للسرعه بتاعته، واهم ميزه بالنسبه لي ان هو بيلعب في اكتر من مركز سواء الظهير الايسر او لاعب الوسط او الجناح الايسر، ودي حاجه هتكون مميزه جدا جدا بالنسبه للاعب، لانه هيفتح خيارات كتير قدام مارسيل كولر في توظيف اللاعب جوه الملعب. اما عن سلبياته بقى فاحد سلبياته واهمها على الاطلاق بالنسبه لي ان هو حصل على 3 كروت صفراء في الموسم اللي فات ده و3 كروت صفراء في الموسم اللي قبليه، وده بالنسبه للمعدل في الدوري المصري يعتبر معدل الى حد ما كبير، لان احنا عندنا هنا في الدوري المصري الحكام بسم الله ما شاء الله ما بتسميش، واي كوره بتتحسب عندنا هنا فاول واي كوره عندنا هنا بتتحسب انذار، فده معدل بالنسبه لنا يعتبر الى حد ما كبير. اما النقطه رقم 2 بالنسبه لي وهي السلبيه الثانيه، وان معدل التهديف بتاعه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لعلي معلول في الفتره الحاليه يعتبر معدل ضعيف جدا. لكن حاجه زي دي ممكن تتداوى مع الوقت، زي ما بدانا مع علي معلول هنبدا مع بالعمري ان شاء الله. رقم 3 وهي نقطه سلبيه بصراحه خاصه بتفكيري انا، وهي ان انا بقلق جدا من المدافع المهاري، لان لما انت بتحط ظهير ايسر او بتحط مدافع يبدا يتفزلك ويعمل مهارات زي مثلا محمد عبد المنعم اللي ياما وقع قلبنا في الكور اللي هو بيعملها في خط الدفاع، بيبدا ان هو يتفزلك ويعمل شويه مهارات على اللاعب المهاجم اللي بيضغط عليه، وبتلاقي ان انت قلبك وقع مره واحده كده بسبب اللي بيعمله محمد عبد المنعم. بحب اقول لك ان بالعمري نفس المنظر كده بيعمل شويه مهارات ممكن يوقع فيها قلبك. اما النقطه رقم 4 بالنسبه لي وهي ان قيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت هو مبلغ مليون يورو، واللي انا شايفه بصراحه ان ده معدل
بمعدل كبير قوي ومبلغ كبير قوي، لكن برضه حاجه زي دي ممكن يتم مداواتها مع الوقت، لان الاهلي لو فكر ان هو يعمل اعاده بيع للاعب اكيد هيبيعه بمبلغ اعلى من كده بشويه، فالاهلي يعتبر هيستفيد ماديا. واخيرا طبعا بالنسبه للفايده اللي هتعود على النادي الاهلي، ان الاهلي طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، الاهلي بيستعد كل الاستعداد لعمل فريق شاب عنده كمان خبرات علشان يخوض المباريات بتاعه بطوله كاس العالم للانديه، البطوله المستحدثه من جانب الفيفا اللي هتتعمل كل 4 سنين واللي هتتعمل سنه 2025، علشان يكون الاهلي قادر ينافس بفريق شاب عنده خبرات، لان معدل الاعمار اللي موجود حاليا في النادي الاهلي يعتبر الى حد ما كبير. فالاهلي وبالذات مارسيل كولر بيحاول ان هو يعد فريق جيد علشان كاس العالم 2025. الحاجه الثانيه اللي هتعود على الاهلي بالنفع وهي ان مفيش صفقه من المغرب بصراحه كانت صفقه فاسده. يعني انت عندك وليد ازارو وعندك مليك ايفونا وعندك كمان بدر بنون، واخرهم كان رضا سليم، وان شاء الله يكون خامسهم هو يوسف بالعمري. كل اللعيبه دي كانت لعيبه كويسه جدا وادت مع الاهلي اداء محترم جدا، سواء اللي لسه قاعد او اللي مشي. ولو الصفقه دي تمت للاهلي فانا بستبشر بيها خير. اما بقى لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا لايك متين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه، وعيد سعيد عليكم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.